السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أنا طالع النهاردة يا جماعة أحكي لكم على واقعة حصلت امبارح جوه نادي الزمالك. بطلها ضاضة كالعادة، البطل المغوار. امبارح ضاضة داخل النادي يا جماعة بالعربية بتاعته، تحس ان عبد الحليم حافظ هو اللي داخل. وفي نفس التوقيت يا جماعة محمد عبد الغني داخل بالعربية بتاعته عشان كان النادي اللعيبة عندها تمرين. محمد عبد الغني جاي بيركن في المكان، ضاضة قاعد يزمر له، عايز يركن في نفس المكان اللي محمد عبد الغني هيركن فيه. فحصل مشكلة ما بين الاتنين، ده ما ينفعش. فالناس اللي قاعدة وشايفة الواقعة قاعدة تضحك عليهم. يعني انا مش عارف وصلت بيه لغايه كده ازاي يا جماعه. احنا هنضحك الناس علينا حتى في ركنه العربيه جوه النادي وانت بتركن في الشارع يا عم ضاضة؟ ما عندك النادي واسع، انت شايف اللعيب دخل قدام منك وبيركن العربيه بتاعته، ما تسيبه يا عم يركن العربيه. هو انت بتطفش اللعيبه مننا؟ هي وصلت لركنه العربيه؟ ما كفايه لسه واخدين على عينينا من توقيع سيف جعفر وابن اسامه نبيل بيرمز يا جماعه. ايه يا عم بقى، ما تسيب اللعيبه في حالها يا عم. انت عاوز تودي اللعيبه فين؟ احنا زهقنا من القصه دي. كمان وصلت لركنه العربيه جوه النادي وانتوا بتركنوا تحت كوبري يا جماعه. انتوا بتركنوا تحت كوبري، ومفيش سايس ينظم. يا عم ما تركن في اي حته في النادي، انت مش رئيس النادي؟ انت مش رئيس النادي المعزول؟ ما تركن يا عم في اي حته. انتوا ضحكتوا الناس علينا في كل حاجه كده، كل يوم في حكايه في النادي يا جماعه. طب احنا نعمل ايه؟ يعني احنا لما نسمع حاجه زي كده الناس بتضحك علينا. اما يعرفوا اللي رئيس النادي واللعيب عنده في الفرقه بيتخانقوا وفرجوا الناس عليهم عشان خاطر ركنه عربيه جوه النادي، ليه حق الناس تضحك علينا؟ ليه حق الناس تضحك علينا؟ يا عم فكر في صفقات جديده، بدل ما بتفكر في ركنه عربيه جوه النادي فكر تجيب لنا صفقتين. النادي تعبان وعندنا لعيبه اي كلام. واديك انت شايف الاهلي هيعمل صفقات سوبر. هيعمل ايه؟ بتاع تقول لي هجيب لكم الكاكو الغلابه والكاكو بتاعه، في الاخر تجيب لنا واحد زي سامسون وابراهيم نضاي وناس تعبانه وناس طالعه معاش وناس جايه عشان تتعالج. ارحمونا بقى، عايزين نحس بجديد. بقالنا سنتين النادي معاك كل يوم في مشكله، هنا وهنا وفي اتحاد الكوره ومع النادي الاهلي، وتجيب في سيره الناس. عايزين نحس بجديد في النادي يا جماعه. احنا مش حاسين بجديد في النادي. فبعد اذنكم نركز شويه، بدل ما بنركز شويه في المشاكل ونجيب في سيره الناس. لا يا جماعه، احنا نركز في النادي شويه. عايزين بطوله. كفايه ان احنا السنه الجايه ملناش دوري ابطال افريقيا، هنلعب في الكونفدراليه. فدي في حد ذاتها فضيحه للنادي بعد العمر ده كله اللي الزمالك يشارك في الكونفدراليه. بس ده تمامنا على الوضع اللي احنا فيه، ده تمام النادي، لان النادي واقع كرويا وواقع ماديا وده مش فاضلنا، فاضل المشاكل والحكايات. فربنا يسترها علينا.